يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيلمس حياة كل واحد فينا وبيأثر على جودتها بشكل كبير: التعامل مع القلق والتوتر، خطوات عملية للسيطرة على الأفكار السلبية. كتير مننا بيصحى من النوم وأول حاجة تيجي في باله هي الأفكار اللي بتسبب قلق، زي يا ترى هقدر أخلص شغلي، أو يا ترى اللي عملته صح ولا غلط. الأفكار دي عاملة زي صوت جوه دماغك ما بيسكتش، وبتخليك تحس إنك مش مرتاح أبداً، كأنك محبوس في دايرة مقفولة من الأفكار اللي بتقلق. الحقيقة إن الأفكار السلبية دي طبيعية ومحدش فينا يقدر يمنعها خالص، لكن المشكلة بتبدأ لما الأفكار دي بتسيطر علينا وتتحول لقلق وتوتر على طول، وده بيأثر على صحتنا النفسية والجسمانية بشكل خطير. ممكن تحس إنك تايه أو إن عقلك في حالة لخبطة، وتفقد ثقتك في قدرتك على مواجهة التحديات. بس الخبر الحلو والمهم إنك تقدر تتعامل مع ده بذكاء وتتحكم في الأفكار دي بدل ما هي اللي تتحكم فيك. الموضوع مش إنك تشيل الأفكار دي خالص، لكن إنك تغير طريقة تعاملك معاها وإزاي ترد عليها. في الفيديو ده مش بس هنشارككم خطوات عملية وبسيطة جدا، لكن كمان هنشرح الأسباب النفسية ورا الخطوات دي عشان تقدر تطبقها بوعي وفهم أعمق، وتتحكم في أفكارك السلبية وتعيش بسلام نفسي أكبر. يلا بينا. خطوات عملية ومبادئ نفسية للسيطرة على الأفكار السلبية. الخطوة الأولى: خليك واعي بأفكارك. Mindfulness and Awareness. السبب النفسي. الوعي هو أول خطوة للتغيير. الأفكار السلبية غالباً ما بتشتغل في الخلفية من غير ما ناخد بالنا منها، وده بيزود تأثيرها. أول خطوة هي إنك تكون واعي أصلاً إن الفكرة دي سلبية أو بتقلق. كتير مننا بيخلي الأفكار دي تعدي في دماغه من غير ما ياخد باله، كأنها جزء عادي من تفكيره. لما تحس بضيق أو قلق، وقف لحظة واسأل نفسك: إيه الفكرة اللي في دماغي دلوقتي بالظبط؟ هل هي حقيقة ولا مجرد قلق فاضي؟ بمجرد ما تعرفها وتحددها، كأنك مسكتها في إيدك، وبكده تقدر تتعامل معاها بشكل مباشر وواعي. الخطوة التانية: اسأل الفكرة وتحداها. Cognitive Restructuring. السبب النفسي: أفكارنا مش دايماً حقيقية. العلاج المعرفي السلوكي CBT بيعتمد على تحدي الأفكار اللي مش منطقية. لما تمسك الفكرة، ابدأ اسألها بأسئلة منطقية وموضوعية. هل الفكرة دي حقيقية فعلاً بنسبة 100%؟ إيه الدليل القوي اللي يثبت إنها صح؟ وإيه الدليل اللي يثبت إنها ممكن تكون غلط أو مبالغ فيها؟ هل في طريقة تانية ممكن أبص بيها للموضوع ده؟ في أغلب الأحيان هتكتشف إن الأفكار دي مبنية على افتراضات أو مخاوف مش منطقية، أو لخبطة في الواقع، مش على حقائق ثابتة. مجرد إنك تسأل الأسئلة دي بيقلل من قوة الفكرة. الخطوة الثالثة: بدل الفكرة السلبية. Positive Affirmations و Reframing. السبب النفسي: مخنا ما بيعرفش يركز على فكرتين عكس بعض في نفس الوقت. تبديل الفكرة السلبية بفكرة إيجابية بيغير مسار التفكير. لما تكتشف إن الفكرة السلبية مش منطقية أو ملهاش لازمة، بدلها عمداً بفكرة إيجابية أو واقعية ومحفزة. بدل ما تقول أنا فاشل ومش هقدر أكمل، قول أنا هعمل اللي عليا وهتعلم من تجربتي، والنجاح رحلة. التركيز على الحاجات الإيجابية مش معناه إنك تتجاهل الواقع أو تعمل نفسك إن كل حاجة تمام، لكن معناه إنك تشوفه من منظور مختلف يساعدك تمشي لقدام ويديلك أمل وقوة. الخطوة الرابعة: ركز على اللحظة اللي انت فيها. Mindfulness and Grounding. السبب النفسي: القلق غالباً بيكون عن الماضي اللي مش ممكن يتغير، أو المستقبل اللي لسه ما جاش. التركيز على الحاضر بيكسر الدايرة دي. الأفكار السلبية غالباً بتكون عن الماضي اللي مش ممكن يتغير، أو المستقبل اللي لسه ما جاش ومليان احتمالات. ركز على اللي بيحصل دلوقتي في اللحظة دي. ممكن تستخدم تمرين الحواس الخمسة عشان تثبت نفسك في الحاضر. بص على 5 حاجات في الأوضة، اسمع 4 أصوات، شم 3 روايح، المس حاجتين، دوق طعم حاجة لو متاح. التركيز على اللحظة الحالية بيقلل مساحة التفكير في القلق بشكل كبير وبيجيب الهدوء. الخطوة الخامسة: اهتم بنفسك. سيلف كير وويل بينج. السبب النفسي: صحتنا النفسية والجسمانية مربوطين ببعض بشكل كبير. إهمال الجسم بيأثر بالسلب على العقل. صحتك النفسية مربوطة جدا بصحتك الجسمانية.
اهتم بالرياضة على طول، حتى لو مجرد مشي، والأكل الصحي المتوازن والنوم الكافي والجيد 7-9 ساعات. الحاجات دي بتطلع هرمونات بتساعد على تحسين المود زي الإندورفين، وبتقلل الكورتيزول هرمون التوتر، وده بيخليك أقوى وأكتر هدوء في مواجهة أي توتر أو قلق. الخلاصة، أنت اللي بتتحكم. افتكر دايما إنك مش ضحية لأفكارك، أنت اللي بتتحكم في إزاي ترد عليها. لما تطبق الخطوات والمبادئ دي هتقدر تبني عقلية أقوى وأكتر هدوء ووعي، وهتحس بسلام نفسي وطمأنينة عمرك ما تخيلتها. ابدأ النهاردة، كل خطوة بسيطة بتعملها هي خطوة كبيرة ناحية حياة أحسن وأكتر سلام. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ومختلف. شاركنا في التعليقات إيه أكتر خطوة عجبتك وهتبدأ تطبقها في حياتك اليومية. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.